حيث بات على تخوم على معقل الإرهابيين في سوريا في مقابل حصار مجموعات مسلحة كردية على منبج في ريف حلب الشرقي لتسقيطها. بالتالي ناريا المزيد مع كريم عليلوش. سرت، الفلوجة، منبج والرقة، كلها مدن استراتيجية يخسرها تنظيم داعش الإرهابي. فالعديد من القوات العسكرية الحكومية تقوم حاليا بمهاجمة 3 معاقل في 3 بلدان عربية. فبعد نجاح القوات الليبية في دخول مدينة سرت، تواصل القوات الخاصة في الجيش العربي السوري تقدمها نحو معقل الإرهابيين بالرقة، أين تمكنت قوات صقور الصحراء من السيطرة على منطقة استراتيجية قريبة من مطار الطبقة العسكري. وصلت قوات الجيش العربي السوري والقوات المؤازرة لها إلى منطقة أبو العلاج، وتتجه حاليا باتجاه مطار الطبقة، وخلال الأيام القليلة إن شاء الله سنحتفل بالوصول إلى هذا المطار وإعادته. ضربة قاصمة أخرى لتنظيم داعش يتلقاها منذ أسابيع في سوريا هي حصار مدينة منبج من طرف قوات كردية. فالتنظيم يؤمن حاجياته من الغذاء والمقاتلين الجدد نظرا لتواجد هذه المدينة على الحدود مع تركيا. احنا مسكرين عن طريق الشرجي من المنبج للجزيره، وطريق غربي من المنبج للباب للحلب. في عندهم هن طريق الباب القضيب، من المنبج للباب القضيب، هذا طريق عنده. إلى الرقة يمضي الجيش السوري، لكن محطات جغرافية استراتيجية مهمة تقع في طريقه من الطبقة ومطارها ومقر الفرقة 17 ومنطقة السد. في حال سيطرة الجيش السوري على تلك المواقع ستصبح الرقة تحت السيطرة النارية الكاملة. عندها تسقط المدينة عسكريا. الوصول إليها واستعادتها إلى حضن الدولة السورية يصبحان مسألة معنوية بالدرجة الأولى. هذا ما يسعى إليه الجيش السوري. الموعد